قصتنا النهاردة عن امرأة كانت فقيرة ومش لاقية اللقمة وفجأة بقت مليونيرة. هتقولولي في قد ايه؟ اللي هيرد يقول 5 و10 و20 سنة. لا، بقت مليونيرة في ظرف سنة واحدة بس. سنة واحدة بس؟ ده ازاي ده؟ بطريقة محدش يتخيلها. وياريت تركز وتسمع الفيديو من اوله لاخره عشان تعرف ازاي، عشان تبقى زيها. ودي قصتنا النهاردة. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل وازاي بقت مليونيرة في سنة واحدة. كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. كومنتات تحت، ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهات. قصتنا النهاردة لست جدعة زي يعني امهات كتير جدا، ست زي ما بيقولوا كده ست اصيلة و100 راجل. الست دي كانت متجوزة وعندها ولد وبنت. ابنها الكبير كان حوالي 18 سنة وبنتها الصغيرة 16 سنة. جوزها تعب شديد جدا. الصراحة زي ستات جدعة كتير وقفت جنب جوزها وخدمته، كانت ما أثرتش معاه في أي حاجة لحد ما توفاه الله. لما توفى كان المعاش يعتبر يدوب بيكفي بالعافية. ابنها الكبير قال لها بقولك ايه يا أمي، أنا ممكن أسيب الدراسة وأنزل أشتغل وأساعدك في مصاريف البيت، المعاش مش هيكفي حاجة خالص. قالت له لا، ابوك كان نفسه يشوفك حاجه ويا ريت تكمل تعليم، مالكش دعوه بيا خالص ومالكش دعوه اجيب فلوس منين، كل اللي انت عايزه هيكون موجود. قال لها يا امي بس ما ينفعش يا امي اسيبك كده. قالت له يا حبيبي لو الاجازه جت ابقى انزل وساعدني. المهم طبعا كان اخر سنه في الثانويه العامه، وما شاء الله جاب مجموع كويس ودخل الكليه. طبعا هي كان عندها مكنة خياطة طلعتها وابتدت ان هي تفصل الجيران والاهلها والحبايبها. كان عندها هواية وكانت بتعمل التفصيل ده حلو جدا، لكن كان جوزها مانعها بسبب ان هو ما عندوش يعني ما بيحبش الست تشتغل وكده. فكان مانعها ان هي تمارس هوايتها دي وهو عايش. طبعا اضطرت ان هي تشتغل بعد ما توفى لان المعاش مش مكفي اي حاجة، والعيال بتكبر وتبقى محتاجة مصاريف كتير. المهم بنتها برضو ربنا كرمها ودخلت الكلية وابتدت العرسان تهل عليه، وكل عريس أحلى من التاني. طبعا كانت بترفضه، كانت طول الوقت شايلة الهم وتقعد في أوضتها تكلم نفسها وتقول طب بنتي دي أنا أشورها إزاي؟ ده محتاجة فلوس كتير قوي عشان أجيب لها جهازها، ده الجهاز بقى بالشيء الفلاني دلوقتي، هأعمل إيه؟ طيب وابني، ابني السنة دي يعتبر في آخر سنة في الكلية، هقول له يا حبيبي خلص كليتك واشتغل عشان تحوش عشان تجهز اختك بدل ما تكون مستقبلك. انا مش عارفه اعمل ايه. وقاعده طول الوقت شايله الهم، طول الوقت شايله هم الفلوس، تدعي ربنا وتقول يا رب فك كربي، يا رب فرج همي. وكانت دايما عماله تتكلم في نفسها. يعتبر برضو الحاجات اللي بتفصلها يعني الناس، البيئه المحيطه حواليها كان يعني يعتبر ظروفهم على قدهم، فكانوا بيدوها ايه يعني حاجات بسيطه، ان هي تضايق حاجه، ان هي تأثر حاجه، ان هي تتني حاجه. قليل قوي لما حد يجي يفصل عندها حاجه. فكانت دايما طول الوقت الفلوس على القد، طول الوقت مشكلتها هي الفلوس. كانت طول الوقت تدعي ربنا. وفي مره حد قال لها بقول لك ايه رأيك في نصيحة هتسمعيها مني؟ اسمعيها، مش هتسمعيها براحتك. طلعي، حاولي ان انت طول الوقت تطلعي صداقات، حاولي طول الوقت ان انت تطعمي طعام، الحاجات دي. قاعد تقول لهم منين بس، انا معاشي يا دوب بيكفي. هو لو جات لي حاجه من الخياطه بتبقى يا دوب ان انا اجيب مثلا كتب لبنتي ولا اجيب لها حاجه. مش عارفه مش عارفه اجيب منين. انا لو اديت لاي حد حاجه يعني يعني هيتكلم كده يقولك ايه دي. طبعا ساعتها قالوا لها براحتك، انا نصحتك النصيحه وانت حر. المهم دخلت وقعدت في اوضتها وفكرت في النصيحه وقالت وفيها ايه، هو ايه يعني انا مش معايا، انا ممكن، انا دايما بيبقى معايا على المحفظه كاش فلوس يعني للطوارئ، لو ابني مثلا في كليه ومش معايا ولو حاجه حصلت ولا بتاع، بيبقى دايما معاها في محفظه كاش دي معاها فلوس. ساعتها دخلت على ابلكيشنات كده اللي هي مثلا مشيخة الازهر والحاجات اللي هي بتطلع صدقات والكلام ده، على الاقل ايه ما تعرفهمش، ولو طلعت اي حاجه محدش هيقول حاجه محدش يعرفها. المهم دخلت لقت امرأة تعول ولقت تعليم ولقت كساء ولقت الأيتام واللي هي مثلا بتشور عرايس والكلام ده، لقت حاجات كتير قوي. وبعدين كانت مكسوفة قوي، قالت وبعدين
انا مكسوفه قوي. المهم ايه، قالت ايه، انا هغمض عيني وهتك على اي رقم واللي يطلع. المهم غمضت عينيها واتكت، لقت انها اتكت على 20 جنيه. قعدت تبص كده تقول 20 جنيه، اهو يلا محدش يعرفني بقى. المهم اتكت على 20 جنيه وبعتتها على الابليكيشن ده. المهم ساعتها قالت بص، يعني وعدت بنفسها وهي قاعده كده، قالت انا كل يوم اول ما هفتح عيني انا هبعت ال20 جنيه دي. كل يوم ندر مني هبعت ال20 جنيه دي، مرة تبعتها إطعام طعام، مرة كساء، مرة امرأة تعول. يعني كل يوم كانت بتصحى من النوم تبعت ال20 جنيه دي. من ساعة ما بعتت ال20 جنيه دي، كل يوم 20 جنيه مش مبلغ العيال بتروح تجيب بيه كيس شيبس دلوقتي. فطبعا كل ما تفتح عينيها تبعت ال20 جنيه دي، وما كانش بتنسى خالص. كانت تقول يا رب دايما ذكرني ان ابعت ال20 جنيه دي. المهم من ساعة ما ابتدت ان هي تبعت ال20 جنيه دي، يعني حوالي شهرين كده. المهم ابتدت بقى ايه، الدنيا تتغير خالص معاه. تتغير ازاي؟ ابنها طبعا لما خلص الكلية لقى حد من معارفهم بيشكر فيه جدا، وفي أدبه وفي احترامه وفي تفوقه، وساعتها جاب له سفر، يعني سفر حلو جدا. وطبعا ساعتها اتصلوا بوالدته وقالوا لها، قالت لهم طب انا هجيب فلوس الورق منين والحاجات دي والتجهيزات والتذكره والكلام ده معيش. قالوا لها مالكيش دعوه باي حاجه، واحنا مسؤولين ان احنا نعمل كل حاجه، وعليه بس ان هو يجهز شنطته عشان هيسافر. طبعا الست ما كانتش مصدقه ولا ابنها كان مصدق. ايه ده يا ماما، ده انا مسافر على شركه حلوه قوي، انا مش مصدق نفسي. انا يا ماما مش هخليكم محتاجه اي حاجه، لا انت ولا اختي. انا هجهزها من كل حاجه، ما تشيليش اي هم خلاص. دعواتك يا امي، اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب. طبعا قلبها اطمن جدا وارتاح جدا ان ابنها الكبير يعتبر رايح عشان يكون مستقبله، وكمان بنتها اللي هي شايله همها خلاص اخوها ان شاء الله ربنا هيكرمه وهيجهزها. ابتدت بقى ان هي تستقبل العرسان. وطبعا برضو كل يوم بتبعت ال20 جنيه، يعني ما بطلتش انها تبعت ال20 جنيه، كل يوم بتبعت ال20. مثلا اطعام طعام، صدقة مثلا، مش عارفة، ان هي تشور عروسة. كانت بتبعت 20 جنيه، ممكن كانت تزود 10، تزود 20 كمان، بس ما بطلتش انها تبعت. تاني مفاجأة حصلت لها، وحاجة ما تخطرش على بال مخلوق، ان لما تقدم لها لبنتها العرسان كان بيبقى في مثلا ما بترتاحش ليه وهم ما بيرتاحوش، كان يعني ايه، ما بيحصلش نصيب لحد ما جه عريس شافها وهي ماشيه مره. العريس ده يعتبر مليونير، هو واهله كانوا معروفين جدا ان هم على اللي هو على حسن اخلاق وعلى حسن دين، وبيطلعوا اعمال خير كتير قوي، وناس مبسوطه يعني ما فيش بعد كده، وناس محترمه جدا كل بيشكر فيهم. طبعا شاف بنتها انها مؤدبه وملتزمه في لبسها ومحترمه، وطبعا وكانت جميله كمان، فطبعا كان هيتجنن عليه وراح عشان يتقدم لها. طبعا هما ظروفهم يعتبر يعني على قدها، حتى هي يعني اتفاجئت انت جاي تتقدم لنا على اساس ايه. قال لها بصي يا حاجه، انا بنتك عجبتني وعجبني اخلاقها جدا، ومن البنات اللي انا نفسي ان انا قوي ارتبط بيها، يا ريت بس هي توافق عليا. طبعا البنت ما كانتش مصدقه، يا ريت اوافق عليه، انا مش عارفه اصلا هو جاي يتقدم لي على اساس ايه، يعني هما حاجه واحنا حاجه تانية خالص. طبعا ساعتها الام كانت قاعده رزينه كده ومتزنه ومش محسسه باي حاجه، وقالت له بص يا ابني، انا هخلي بنتي تفكر وتصلي صلاه الاستخاره وتشوف، يعني لو حست براحه تمام. المهم طبعا البنت حست براحه جدا وتشدت ليه جدا، وهو كمان كان يعني طاير بيها هو واهله. وساعتها البنت وافقت، وساعه الاتفاقات قال لها بصي يا حاجه، انا مش عايز منكم اي حاجه، احنا بنجهز عرايس كتير قوي وبنعمل خير كتير قوي، يعني هاجي على العروسه ان انا هتجوزها واطلب منها حاجه؟ انا مش عايز اي حاجه خالص، انا عايز بنتك بشنطه هدوم، ومش عايزه تجيب هدومها بلاش، احنا هنجيبها لها. ساعتها الست بصت له كده قالت له انت بتقولي ايه يا ابني؟ لا طبعا ما يصحش، انا هجهزها احسن جهاز، اخوها مسافر بره وهيجهزها وهيجيب لها كل اللي هي عايزاه. قال لا يا حاج، عشان خاطري ده شرطي انا واهلي، انا عايز عروستي من غير اي حاجه. فطبعا ساعتها ما كانتش قادره، كان قلبها بيرفرف كده من الفرح، يا سبحان الله، انا مش مصدقه. المهم طبعا ساعتها ربنا كرمه واتخطبوا، كان جايب لها شبكه كبيره جدا، وكان عامل لها فرح في مكان ما كانتش تحلم بيه يعني كانت الحياه يعني اتحولت 180 درجه.
فجأة فجأة في كام شهر بس. في لسه مفاجآت، في لسه مفاجآت. المهم ساعتها قالت يا سبحان الله، يا ما انت كريم يا رب. طيب انا هزود بقى الفلوس اللي انا ببعتها دي، انا يعتبر المعاش بقى ليا لوحدي، يعني بقى الحمد لله خير ربنا كتير. المهم ساعتها بعتت مبلغ حلو كده لايه، لشوار عروسه، لان يعتبر هي ما جهزتش بنتها باي حاجه خالص، فدي حاجه يعتبر شالت عنها كتير قوي قوي كمان. وساعتها بعتت مبلغ حلو قوي لجهاز العروسه على الابليكيشن ده، وكانت فرحانه جدا وسعيده قوي. المهم وهي قاعده مره ففصلت كذا حاجه كده لواحده. الست دي كان ليها واحده قريبتها كانت مبسوطه جدا، وكان عندها مصنع كبير قوي. وساعتها قالت لها الله ايه الشياكه اللي انت لابساها دي؟ قالت لها ده في واحده عندنا في الشارع هي اللي مفصله لي الحاجات دي، وسعرها حلو جدا، وبتفصل لك اي حاجه انت بتشاوري لها عليها او بتقولي لها عليها او بتبعتي لها الصوره نفسها بالظبط. قالت لها لا انا لازم اشوف الست دي ولازم اتعرف عليه. ساعتها الست دي جت واتكلمت مع الست دي وقالت لها انا عندي مصنع كبير قوي، وعايزاكي انتي اللي تمسكي المصنع وانتي اللي تعلمي البنات ازاي يفصلوا وازاي يعملوا الكلام ده. طبعا الست قاعده مذهوله. انا انا اللي اعلم البنات وعندك مصنع كبير؟ ازاي يعني يا بنتي اللي انتي بتقوليه ده؟ قالت لا هو كده يا حاجه، هو لازم انتي تيجي معايا وانا همثلك كل الشغل والكلام ده. طبعا الست بقت قاعده يا ما انت كريم يا رب، لا 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 ده كده كتير قوي، كده كتير قوي. ده ايه ده؟ انا مش مصدقه نفسي. ده انا من كام شهر كنت بكلم نفسي وقافله على نفسي الاوضه وشايله هموم الدنيا فوق دماغي، وعماله اقول اجهز بنتي ازاي واعمل لابني ايه، وكنت طول الوقت شايله هم الفلوس. يقوم ربنا فارجها قوي كده؟ اكيد ربنا يكرمه اللي قال لي النصيحه. اكيد من ساعه ما عملت الحوار بتاع ال20 جنيه والابليكيشن ده وربنا فرجها عليا. اللهم لك الف حمد وشكر ليك يا رب، ليك ما كنتش متوقعه انه هيفرجها قوي كده. المهم ساعتها الست فضلت تتحايل عليها لحد ما راحت ليها المصنع وابتدت تعلم البنات كل حاجه. طبعا الست دي كان ليها اولاد كانوا مسافرين بلاد بره، وطبعا الست كبرت، وساعتها ولادها قالوا لها بقول لك ايه يا ماما، احنا عايزينك عندنا وسيبي بقى اللي انت عماله تعمليه عندك ده، انت خلاص كبرتي على الحاجات دي وعايزينك تيجي صفي كل الشغل اللي عندك وتعالي لنا. طبعا قعدوا يلحوا عليها كتير، خصوصا ان ولادها اتجوزوا وكانت هتموت وتشوف احفادها. ساعتها قالت له طيب يا ابني المصنع اللي عندي، قال لها ملناش دعوه يا ماما، احنا مش محتاجين الحاجات دي، صفي كل حاجه عندك وبيعيها وبعدين تعالي لنا، احنا يا ماما عايزينك في وسطنا والكلام ده. ساعتها قعدت تفكر الست وقالت طب وبعدين، انا المصنع ده غالي عليا قوي ومش هينفع اسيبه بسهوله كده. افتكرت الست اللي هي يعني مسكت المصنع والكلام ده، وطبعا نقلته في حته تانية خالص. ساعتها قالت مفيش حد احسن منه، وقعدت تتكلم معاه وقالت لها بص انا اولادي كبروا واتجوزوا وخلفوا ونفسي قوي اشوف احفادي واقعد في وسطهم، ونفسي ارتاح بقى، انا تعبت كتير، فاولادي بعتولي عشان اسافر لهم. ساعتها ردت عليها وقالت لها وماله يا حبيبتي، لازم تقعدي في وسطهم طبعا. قالت لها عشان كده هم عايزين نصفي كل حاجه. الست ساعتها زعلت كده، قالت لها ماشي يا حبيبتي مفيش مشكله. قالت لها لا انا هبيع لك المصنع بيع وشراء. ضحكت كده قالت لها بيع وشراء؟ وانا اجيب منين ان شاء الله فلوس المصنع؟ انت بتتريقي عليا اكيد. قالت لها لا ما بتريقش، انا هبيع لك المصنع بيع وشراء بس مش هاخد منك اي حاجه، ويا ست كل ما ربنا يكرمك وببعتي لي قرشين انت ويعني اللي انت بتبعتيه مش هقول لك حاجه. قالت لها انت بتتكلمي بجد؟ بتتكلمي بجد؟ يعني المصنع ده هيبقى بتاعي انا؟ انت بتتكلمي بجد؟ انا مش مصدقه نفسي. قالت لها ليه ما تصدقيش نفسك ليه؟ ده ربنا كريم وربنا كبير قوي. قالت لها طبعا انا ما كنت عمري احلم ان انا يكون عندي مصنع، عمري ما كنت احلم بحاجه زي كده. قالت لها خلاص يا ستي، ادي الحلم بالنسبه لك اللي انت عمرك ما كنت هتحلميه اهو بقى حقيقه. وساعتها كتبت لها المصنع بيع وشراء، وكان كل ما يطلع لها حاجه كانت تحول لها فلوس. وطبعا ساعتها حوار الابليكيشن ده بقى بتزود بقى وبقى بتعمل خير كتير بقى، والبنات اللي عندها في المصنع لو ظروفهم صعبه كانت تجهزهم وبقت مليونيره
في حوالي قد ايه؟ سنة واحدة بس. بنتها اتجوزت جوازة حلوة وعمرها ما تحتاج لأي حد، وجوزها بسم الله ما شاء الله، وابنها بقى حاجة كبيرة قوي، وبقى برضو ما شاء الله كون مستقبله وبقى حاجة كويسة قوي بره، وهي بقى عندها مصنع ملابس. انتوا متخيلين؟ متخيلين كرم ربنا؟ يعني ما تقعدش تقول انا معيش هطلع صدقات، ده انا اللي محتاج صدقات. في ناس كتير قوي تتكلم معاها تقول لك كده ده انا اللي محتاج صدقات. يا بنتي هطلع صدقات منين؟ معيش. انت لو مش معاك، هي انت اللي المفروض تطلع صدقات. ايوه انت المفروض تطلع صدقات حتى لو جنيه واحد. ده انت لو ماشي كل يوم اديت لحد جنيه، ده انت لو ماشي مثلا كل يوم وتجيلك مثلا سندوتشين فول، زود سندوتشين كمان فول واديهم لاي حد غلبان. في عمال نظافه كتير، في ناس بتبقى قاعده على الطريق يعني مستنيه ان هي حد يخليها تسترزق في حاجه، ولا تمسح لهم حاجه، ولا تشيل لهم حاجه. خد فطار، قول له فطارك اهو يا عم الحاج، فطارك اهو يا ست الكل. يعني حاولوا ان انتوا يا جماعه تطلعوا صدقات. في انواع كتير قوي للصدقات. يعني الابتسامه في وجه اخيك صدقه. الابتسامه في وجه اخيك صدقه. انك تقول لحد ايه الجمال ده كله، ايه الحلاوه ده، انت حلويت كده ليه، دي صدقه. ايوه دي صدقه. يعني كفايه ان انت تحسن من نفسيته، كفايه ان هو يبص لنفسه في المرايه يحس ان هو فعلا جميل. الكلمه بتفرق جدا يا جماعه. فحاولوا ان انتوا يعني على قد ما تقدروا تطلعوا صدقات. لو مش معاك طلع صدقات، مش هقول لك لا انت مش معاك انت اللي محتاج صدقه، لا طلع صدقات. فدي قصتنا النهارده من اجمل القصص، وهتقولي لي ده من وحي خيالك، قصه حقيقيه. وبجد يا جماعه خزائن ربنا لا تنفذ. يعني حاولوا ان انتوا على قد ما تقدروا تدعي ربنا. يعني حاولوا ان انتوا تطلعوا صدقات على قد ما تقدروا. بجد ربنا يحقق لكم المستحيل. العذراء انجبت، العاقر حملت، الطفل اتكلم، اللي هو الرضيع اتكلم. فيا جماعة في يعني البحر انفلق، القمر انشق، حاجات كتير قوي من عجائب ربنا. انت ما تيأس. يعني حاول ان انت تدعي ربنا من قلبك، حاول ان انت تقرب لربنا، وحاول ان انت تطلعوا صدقات على قد ما تقدروا. صدقوني يا جماعه خزائن ربنا لا تنفذ. الصدقات انواع كتير قوي. طعام ان انت تطلع صدقات بفلوس او بجنيه، اي حاجه اللي معاك. يعني هي كانت يعني مستشويه ال 20 جنيه، 20 جنيه، 20 جنيه ايه، الحمد لله محدش يعرفني، وبعتتها. بس سبحان الله ال 20 جنيه دي عملت معاها المستحيلات، اللي هي حاجات عمرها ما كانت تفكر ان هي تحصل لها في حياتها. فسبحان الله يا جماعه، طول ما انت بتتاجر مع الله ربنا هيكرمك اخر كرم. ربنا هيكرمك اخر كرم. بلاش كلمه مفيش معيش، اجيب منين، طب ازاي، ده انا اللي محتاج. فيش الكلام ده. عندك لبس دوالبنا كلها مليانه لبس ملوش لازمه ما نلبسهوش. طبقه تطبيقه حلوه، اغسله الاول غسل حلو. لو انت حاسس ان ريحته مش حلوه اغسله غسله حلوه، وطبقه تطبيقه حلوه، حطه في شنطه واديه لحد محتاج. غيرك هيبقى محتاجه جدا، هيبقى فرحان بيه جدا. يعني بيوتنا كلنا مليانه لبس رهيب. طلعوه يا جماعه صدقات. شوف انت مثلا عندك مثلا بقيت اكل، بدل ما ترميه حرام، دي نعمه ربنا. حطه في طبق حلو كده وسخنه تسخينه حلوه كده واديه لاي حد وانت ماشي، هتلاقي ناس كتير قوي في سكتك. ربنا هيسخر لك ناس كتير قوي في سكتك. فبجد يا جماعه من احلى قصص اللي انا سمعتها. وربنا يا رب دايما يخلينا كده ان احنا نساعد بعضنا، وان احنا نتاجر مع الله. احلى تجارة التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يرزق الجميع، وربنا يا رب يحقق امانيكم.